السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنىكم تكونوا في صحه جيده يا ربي وفي احسن الاحوال، وجمعه مباركه عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. جيت اليوم نهضر معكم في هذا الفيديو على قبل. اسمحوا لي، رانا جيت ندير فيديو منها كنقي خيزو ومنها نهضر ونجمع معكم ونختصر الوقت، حيت انا عندي واحد البنيه صغيره، بنت بنتي ما كنقدرش هكا اغلب الوقت كنكون معاها، كنكون سميتو هكا. ملي كاينه الوالده ديالي جالسه معاها في الصالون، قلت نغتال من فرصه وندير مع حباباتي فيديو. وكنشكر عاوتاني نجدد الشكر للمتتبعين اللي دخلوا عندي من القناه ديال اختي عيشه الرباله، الله يجازيهم بخير يا ربي. وجيت نهضر في الموضوع ديال اللايف اللي دارت اختي عيشه الرباله البارح، باننا غنقاطعوا الاسره المشوهه، وجيت نعطي الراي ديالي حتى انا في هذا الموضوع، وعلاش لا من حقي حتى انا كقناه، واخا قناتي باقا صغيره، علاش لا ما نعطيش الراي ديالي. المهم هذا احسن قرار خداوه القنوات، احسن قرار واحسن ما داروا القنوات كاملين، تحدوا وداروا يد في يد ضد الشوهه وضد الفسق، وضد يشوهوا الاسر المغربيه، وضد شحال من حاجه. الحمد لله والشكر لله من اتحدوا القنوات، الاخت بانوراما والاخت عيشه الرباله والاخت فدوى شانيل والاخ شهامه وهاد احلام في اسبانيا، والاخت منوعات الحوزيه، واخت وفاء مدريد، لالا شهبون، شكون مازال ما ننساش شي قناه. هاد صراحه هادوما الاطور اللي ساهموا في ردع هاد الاسره المشوهه. ما نكونش نسيت كاع القنوات اللي كيدخلوا لعند اختي عيشه الرباله ولا عند الاخت بانوراما. المهم هاد الضيفه مع ديك الضيفه داروا يد في يد، الحمد لله والشكر لله، وعلاش لا. غادي تنصروا ان شاء الله، وغادي تبقى تاريخ، غادي يبقى تاريخ في اليوتيوب المغربي بان القنوات المغربيه الشرفاء النزهاء اللي ما كيرضاوش بالشوهه وما كيرضاوش بالعهر وما كيرضاوش بالفسق وما كيرضاوش اللي يوسخ لهم صوره بلادهم، بانهم داروا يد في يد والتحموا، الحمد لله والشكر لله، باش ينحيوا هاد القنوات، يا يديوها في الروتينات ديالهم وفي الفلوقات ديالهم، ويشاركوا مع الناس شي حاجه اللي هي كترضي الله وكترضي الناس وكترضي جميع، لان راه جميع الدول العربيه ولا حتى الاوروبيه راه كيتفرجوا فيهم. هاد الناس هادو ما كيحشموش عيا وما يرجعوا فيهم الناس، عيا وما يقولوا لهم اودي نهاكم الله، اودي نهاكم الله، اودي على الشيطان، اودي. ما بغاوش يتردعوا هاد الناس، ما بغاوش يتردعوا نهائيا. فرحت بزاف ملي غيديروا المقاطعه، ومنهم انا واخا القناه باقا صغيره، وما باش ما نقول لكمش انا فاتحه هاد القناه باش نطلع على الموجه، لا بالعكس. انا واخا قناه صغيره حتى انا ما عجبنيش هذاك الستون، وما عجبنيش الشوهه اللي كدير الاسره المشوهه، ما عجبنيش. حتى انا اصلا انا كما كنقول دائما في القناه ديالي، انا ما عايشاش بالقناه وما كتصرفش عليا القناه، انا كنصرف على راسي، الحمد لله ما عندناش وما خصناش. ولكن مقاطعون ضد الشهى، مقاطعون ضد الفسق، مقاطعون ضد مقاطعون ضد الصوره ديال بلادنا كتوسخ كل شيء الا الوطن ديالنا. نقطع معكم متتبعين ونرجع. المتتبعين ضد، بالعكس حنا عجبنا الحال وصافي، بركه علينا، بركه من الشهى، بركه ما يوصلوا على الاسره المغربيه، بان الاسره المغربيه هكا كتكون، هكا كتعامل الاسره المغربيه، هكا كتخرج المراه كتلمس هكاك في القنيجه د راجلها وفي التصاور قدام المتتبعين وقدام ما عرفتش كتبغي توصل للناس. الشوهه في الشوهه داكشي ما خدامش، يعني مقاطعون. وانا بهذا الفيديو جيت كنقول بان حتى انا مقاطعه لهم،
وما باقيش نهضر عليهم، بحالي بحال القنوات، وبحالي بحال اي مغربيه، وبحالي بحال اي وحده كتخاف على بلادها. هذا هو علاش جيت ندير هذا الفيديو. جيت نشكر القنوات اللي اتخذوا هذه القرارات وبغا يديروا الهاشتاغ. غنديروا عنوان واحد ان شاء الله، غنديروا عنوان واحد باش توصل للنيابه العامه وتوصل للشرطه الالكترونيه هذه المهزله، وهذا الشيء ان شاء الله يوصل. وهاد الناس هادو يتردعوا لانهم كيدخلوا اموال طائله، داروا المشاريع ديالهم، داروا الديور ديالهم، داروا الذهب ديالهم، غير بشوها، ما داروهاش بشي حاجه اللي كتشرف ولا شي حاجه اللي كترضي الله. فلوس حرام في حرام. وحتى حنا اللي كنتقدوهم وكنسبوا وكنتقدوهم وكنزيدوا ديك العائله وديك الاسره خرجوا فينا شي حوايج ماشي هما الاصل ديالنا، وماشي هما المبدا ديالنا اللي هما ولينا كنتسبوا معاهم، ولينا حتى حنا كنقولوا الشارجور، ولينا حتى حنا تنقولوا فازلينو، ولينا حتى حنا كنقولوا شي حوايج اللي مصطلحات اللي خايبه بزاف وما كتشرفناش. كيتفرجوا فينا ولادنا، كتفرجوا فينا عائلاتنا، كيتفرجوا فينا الناس كنعرفوهم. دوك الناس الصراحه نعترف انا كانوا كيستفزوني بالفيديوهات ديالهم. داكشي علاش كنت كنخرج بهذيك الطريقه، كنجاوب بديك الطريقه، لانهم هما مستفزين ماشي غير ليا انا، لكاع القنوات اللي كتنتقدهم. ودابا الحمد لله تجمعت هاد الضفه مع الضفه وداروا يد في يد المسامح كريم. هذيك الاسره المشوهه داروا العداوه ما بين خلاو القنوات يتعادوا مع بعضياتهم ويتفرقوا لجوج ديال الاجزاء ولا ثلاثه، باش وهما جالسين تيتفرجوا عاجبهم الحال، جالسين تيتفرجوا راضين على هذاك الشيء. ما عمرهم قالوا لا حشومه ولا صافي، ولا بالعكس. قنوات كيضربوا في بعضياتهم وما عاجبهم الحال، وكيدخلوا الفلوس كيديروا مشاريعهم، وكيديروا في الذهبات ديالهم، وكيهربوا فيهم البلدان ديالهم. وحنايا جالسين كنتعاطاو بعضياتنا وكنسبوا بعضياتنا وما كنعرفوش بعضياتنا، حتى وحده ما حتى شي قناه ما كتعرف واحد ما كيعرف واحد وكيتعاطى مع الاخر. علاش كامل هذا الشيء؟ هذا الشيء ما كيستاهلوش المغاربه ديروا لهم هذه السيده هذه. وانا فرحانه بزاف 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 ملي غادي تكون المقاطعه ديال هاد الاسره المشوهه. سمعتوا يا المتتبعين؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وهذا الفيديو خرجت به على الراي ديالي حتى انا في المقاطعه اللي قالوا القنوات الكبار، وحنا معاهم، وحنا اللي داروها حنا معاهم. حنا تعداو عليهم دوك الاسره المشوهه وما عقلوش على خيرهم، وبقى فينا الحال ووقفنا معاهم، مع اخت عيشه الرباله اللي كانت كتدافع عليهم، اخت الحوزيه كانت كتدافع عليهم، ونوعات الحوزيه، قنوات الكبار. المهم قنوات حنا معاهم. حتى دابا وجهوا لنا رساله باننا ما نهضروش على الاسره المشوهه. وجيت نقول في هذا الفيديو انا متفقه اي حاجه قالوها القنوات اللي سابقينا في هذا اليوتيوب، القنوات اللي لقيناهم كيدافعوا على الحق، ما كيدافعوش على الباطل. حنا معاهم، واللي قالوها حنا غادي نديروها. وانا من هذا الفيديو كنقول لهم انا مقاطعه للاسره المشوهه بصفه نهائيه. ما حد هذا القرار جا عند القنوات اللي كيستاهلوا نديروا بكلامهم، القنوات اللي كيستاهلوا نديروا بكلامهم. حنا قنوات مبتدئه، انا كنهضر عليا شخصيا كقناه يلا مبتدئه وما عارفاش حرب اليوتيوب، ولكن انا تابعه الناس اللي سابقيني بحال الاخت عيشه الرباله والاخت منوعه الحوزيه، ولا شهبو نتا هي اللي كتهضر في المنصه ديال الاخت عيشه الرباله، والاخت فدوى شانيل، والاخت وفاء مدريد هي كتهضر في المنصه ديال عيشه الرباله، والاخت احلم في اسبانيا، والاخت حنان بانوراما، والاخ يوسف شهامه. غادي نديروا بالراي ديالهم. ويسمحوا لي القنوات اللي ما ذكرتش في الفيديو ديالي، حنا معكم ومع القرار اللي خديته في هذا اليوتيوب ضد الاسره المشوهه.
ان شاء الله ربي يوفقكم، والله زعما توصلوا لذاك الشيء اللي بغينا كاملين، وننتصروا عليهم في الاخر باش تبقى مطورخه في التاريخ. اي واحد يبغي يخرج ويدير بحالهم يعرف بان كاينين قنوات غيخرجوا ضده، كاينين قنوات غادي يمحيوه من اليوتيوب، كاينين قنوات قادرين ينحيو على يدير بحال اللي كدير هاد الاسره المشوهه. من هنا الفوق القنوات يخافوا مازال تخرج شي قناه تبقى تخسر هكاك السمعه ديال بلادنا، وتخسر السمعه ديال المغاربه. راه الاسر المغربيه هكا كتكون، حاشا واش الاسر المغربيه هكا كتكون. كاينين الناس عندهم اللي بغى يكون عندهم، ولكن ساترين راسهم كيديروا داكشي في الخفاء. حنا كلنا عيوب، حنا البشر كلنا عيوب، ولكن كل شيء عيبه في دارو، ما كنخرجوه للملأ، ما كنخرجوش الناس يتفرجوا فيه. حنا ما جيناش كنقاطعوكم باش نقول لكم نتوما خايبين وحنا مزيانين. كل شيء بنادم كيخطأ، ولكن بنادم اللي كيخطأ وكيعرف الخطأ ديالو وكيتوب عليه، هذاك راه لا حرج عليه. راه اللي كيخطأ وعارف راسو كيخطأ وما زايد وغير ما زايد فيه. راه قال لك بنادم الا كيضحكوا عليه الناس كيشوفهم، كيشوف الناس كيضحكوا عليه، ولكن لا كيضحك عليه راسو ما كيشوفوش. هادو هما هاد الشيء اللي واقع للاسره المشوهه. وحتى لهنا غادي يسالي الفيديو ديالي، ونتمنى يعجبكم، وما تبخلوش عليا بلايك وكومونتير او تعليق اللي عجبو هذا الفيديو. والراي ديالي حتى انا مقاطعه بحالي بحال القنوات. وشكرا لكم بزاف بزاف. وكنعاود نجدد الشكر ديالي للمتتبعين اللي دخلوا عندي من عند اخت عيشه الرباله. انا جايه حليت فيديو، حليت الكاميرا كاينه في داري، جايه كنقشر حتى انا الخضيره ديال الكسكسو ديالي، وجيت فتحت فيديو. علاش لا الناس يحنوا ويدخلوا يتفرجوا فيا؟ ما فيها عيب، ولكن باش ندير شي حاجه كتشوه الاسر ولا كتشوه الاسر المغربيه ما نقدرش ندير هكاك. اللي بغاني غيدخل عندي، لا كتب لي يلاه شي حاجه غادي نشوفها، ولكن ما نقدرش ندير بحال الاسر المشوهه وندخل الفلوس غير بالفيسق. راه اسهل حاجه هي تطلعي بالحاجه الخايبه، غادي تطلعي دغيا، غادي تطلعي كتشهري. ولكن لا، داك الشيء عنده حدود، والحبل ديالو قصير. وهذا الشيء اللي وقع دابا الاسره المشوهه. طغاو هما دابا فاقوا بهم الناس، غادي يحاربوهم ان شاء الله، تيتمحاو من هذا اليوتيوب، يا يتقادوا يا يتحيدوا. وبسلامه عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.